اهو بسبب الجول ده الفيفا عدلت من قوانين اللعبه. تعال احكي لك. اظن انت بتاخد بالك والماتش بيتلعب لما الكرة بتخبط في الحكم بيقوم موقف الماتش وبيعمل اسقاط للفريق اللي كان مستحوذ على الكرة، وده عشان الكرة بتغير اتجاهها وعشان القانون اللي الفيفا حطاه. بس القانون ده بقى ما كانش هيتحط لو لان في 2019 في الدوري الهولندي كان في ماتش بيتلعب بين اياكس امستردام وفينلو، وحكم الماتش ده ساعتها كان الدولي داني ماكيلي. فالمهم بقى وفي هجمة من هجمات الماتش ده لاعب اياكس قام مسدد الكورة على مرمى فينلو، فالكرة دي قامت خابطة في الحكم مغيرة اتجاهها وداخلة جول. والمفاجأة ساعتها ان الحكم حسب الجول ده، وده اللي خلى لاعيبة فينلو تتنرفز وتتعصب، وفي نفس الوقت مش عارفين يعملوا ايه، اصل هم ما معهمش حق وفي نفس الوقت الحكم ملوش ذنب. في ساعتها بقى وبسبب اللي حصل الفيفا عدلت قانون ان الحكم جزء من الملعب، بان الكورة لو خبطت في الحكم يقوم موقف اللعب وعامل اسقاط للفريق المتضرر. ورمضان كريم عليكم.